صباح الخير عليكم من الغردقة. النهاردة هتكلم عن فندق من الفنادق الاقتصادية اللي بيكون عليها أسئلة كتير. ولما بقول فندق اقتصادي يعني أكيد هيكون فيه عيوب أو مش كامل، يعني على قد السعر. لازم نتفهم إن هيكون فيه سلبيات، خصوصا إن سعره اقتصادي ومناسب جدا للعائلات اللي بتدور على فنادق اقتصادية تناسب الظروف الحالية، خصوصا إن الفنادق أسعارها ارتفعت جدا. وكلنا قلينا درجة أو درجتين في مستوى الفنادق اللي كنا بنروحها. الفندق ده هو فندق ديكسون روما. بس قبل ما أبدأ، وزي ما متعودين دايما، وعلشان لو أول مرة حد يشوفني، أنا شروق، بقدم محتوى عن السياحة والسفر جوه مصر وبره مصر والفنادق وأسعارها وأهم مميزاتها وعيوبها. فلو عايزين تسألوا أي سؤال اكتبوا تحت في التعليقات وأنا هرد عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا أول بأول. ويلا بينا نبدأ. فندق ديكسون روما بيكون في شارع شيراتون. الفندق صف تاني، هو الفندق 3 نجوم. صف تاني، بس المسافة بينه وبين البحر قريبة جدا مشي، يعني وانتوا في الفندق أصلا هتشوفوا البحر. الشاطئ رملي مميز حلو جدا. في طبعا حمامات سباحة كبار وأطفال، وأكوا بارك برضو كبار وأطفال، هي مش كبيرة، صغيرة بس لذيذة وكويسة. الفندق مساحته كويسة، مجدد كمان بالكامل. ريسبشن واسع، اول ما تدخلوا هتلاقوا الريسبشن واسع. في كمان اسانسير علشان الادوار اللي فوق. كمان في خدمة واي فاي متوفرة، وفي باركنج خاص بالفندق. الغرف كويسة، معقولة، والنظافة كويسة. كمان يعني المستوى معقول مقبول، حلو على قد، يعني بيقدم قيمة مقابل سعر كويس. كمان بالنسبة لنظام الإقامة، بيكون فطار وعشاء أو فطار وعشاء وغدا ومشروبات، على حسب ما انتوا تختاروا. اللي عنده مشكلة مع الأكل، لأن الأكل مش متنوع قوي، كمان مش أحسن حاجة، فممكن تاخدوا فطار بس. موقع الفندق كويس جدا، قريب من كل الخروجات والكافيهات والمطاعم. فالموقع بالنسبة لسعره فهو كويس جدا، وهيوفر عليكم انتقالات وحاجات كتير. كمان البيتش رملي مميز، فبرضو دي من المميزات بتاع الفندق، ان هو بيوفر بيتش كويس. فلو انتوا يعني مش هتركزوا مع الاكل قوي، فهيكون الفندق كويس. طبعا انا عارفة ان ديكسون روما من اقل الفنادق في الغردقة، بس دايما خلينا نبص ان هو قدام المستوى بتاعه بيقدم سعر كويس جدا واقل سعر، فنكون متفاهمين حاجة زي كده. بالنسبة للغرف بيكون متوفر فيها ميني بار وتلفزيون ودولاب وتويلت. فالغرفة معقولة وكويسة، مناسبة للسعر اللي انتوا هتدفعوه. كمان بالنسبة بقى لنظام الحجز، انتوا ممكن تحجزوا مع الفندق دايركت من خلال الموقع بتاعهم او البيج بتاعهم. كمان ممكن تحجزوا عن طريق مواقع الحجز زي بوكينج او اي موقع انتوا عايزينه. وممكن عن طريق شركات السياحة. شركات السياحة طبعا بتكون موفراه بانتقالات ذهاب وعودة، وبيكون كل شركة ممكن تقل عن الشركة التانية حاجة بسيطة، فانتوا اختاروا المناسب ليكم. طبعا انا دايما بشوف ان شركات السياحة بتكون اسهل طريقة للناس اللي حابة طريقة سهلة وتوفر عليها الانتقالات، فشركات السياحة بتكون افضل طريقة. بس اهم حاجة اتأكدوا ان شركة السياحة مضمونة، ليها مقر وكمان مرخصة، علشان تتجنبوا اي نصب ممكن يحصل. عايزة كمان اقول لكم حاجة مهمة جدا، انا مش شركة سياحة ولا بحجز حاليا. قريب جدا ان شاء الله هوفر الاوبشن ده، بس لسه شوية ان شاء الله هوفره لكم باحسن سعر وبأوفرات كويسة. بس انا حاليا مفيش اي حجز عن طريقي، علشان لو كلمتوا اي حد، انا لو برد على حد في الكومنتس وبديله بنفسي رقم معين لحاجة معينة، فدي تمام عن طريقي، لكن انا مش بحجز فنادق او رحلات. حاليا ما بقدمش الخدمة دي. ان شاء الله اول ما اجهز للموضوع ده وهعمل رقم خاص بالحجز، هعرفكم في الفيديوهات الجاية. كمان اي شركات سياحة برشحها الوقت لأي حد بيسألني في الكومنت، فانا بكون واثقة فيها وعارفة اصحابها كويس جدا، مش برشح اي حاجة.
نرجع بقى لكلامنا عن فندق ديكسون روما. انا كده يعتبر قلت كل حاجه عنه، بس لو عايزين تسالوا اي سؤال خاص بالفندق سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. كمان بالنسبه للسعر، اللي عايز يعرف السعر يقول لي التاريخ في الكومنتس اللي هو عايز يروحه، وانا لو عندي معلومه بالتاريخ يعني حاليا هقول لكم الاسعار. قدام شويه ممكن يكون ما عنديش معلومه، فهرشح لكم حد يكون معاه الفندق الشهور الجايه دي فيقدر يفيدكم ويعرفكم الأسعار. بالنسبة للفنادق، أنا كنت نزلت فنادق اقتصادية تانية في الغردقة وفي شرم الشيخ. هسيب لكم اللينكات دي في الوصف تحت برضو علشان تقدروا ترجعوا لها. نزلت فيديوهات كتير هتفيدكم. كمان الغردقة فيها أنشطة كتير وحاجات كتير وخروجات كتير تقدروا تعملوها. كنت نزلت فيديو لأهم حاجات تعملوها في الغردقة، هسيبه لكم في الآي فوق، وهسيب لكم لينك الفيديو في الوصف تحت كمان تقدروا تشوفوه. كمان العيد خلاص قرب، كل سنة وانتم طيبين. هنزل فيديوهات كتير خاصة بالعيد، ما تنسوش تعملوا اشتراك علشان يوصلكم كل الفيديوهات دي، هتستفيدوا منها جدا. هتكلم عن فنادق كتير بمستويات مختلفة، فما تنسوش الاشتراك واللايك وشير لأكبر عدد من الناس عشان كل الناس تشوف الفيديوهات دي. عايزة كمان اقول لكم ما تربطوش مدى انبساطكم او سعادتكم بالفندق بس. لا، ايا كان المكان اللي انتوا هتختاروا تروحوه، سواء الغردقة، شرم الشيخ، دهب، سهل حشيش، الجونة، اي مكان يعني هتقرروا ان انتوا تروحوه، فهو مش متوقف على الفندق بس، في خروجات وانشطة كتير تقدروا تعملوها في المكان ده. كمان كنت نزلت لشرم الشيخ والدهب اهم حاجات تعملوها هناك، هسيبه لكم برضو في الاي فوق، وهسيب لكم لينك الفيديوهات دي في الوصف تحت علشان تقدروا تشوفوها بسهولة. كمان انا مش بنزل عن الفنادق بس او سياحة بس، انا بنزل عن اهم الخروجات في القاهرة واسكندرية، ولسه هنزل في العيد خروجات العيد فين في القاهرة واسكندرية، فانتظروا الفيديوهات دي هتستفيدوا منها جدا. واللي عايز يعرف اكتر كمان عن رحلات الاقصر واسوان وخصوصا النايل كروز، الكروزات اللي بتكون من الاقصر لاسوان او من اسوان للاقصر، انا كنت نزلت فيديو خاص بالموضوع ده. كمان هتستفيدوا منه جدا، هسيبه لكم في الاي فوق، وهسيبه لكم في الوصف تحت كمان. وعايزه اقول لكم بقى على حاجه مهمه جدا، ان احنا عندنا في قناه فكره وسفريه بتكلم فيها عن السياحه والسفر، سواء سياحه داخليه او خارجيه، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر سواء بحر ابيض او بحر احمر، ترشيحات الفنادق وافضل الرحلات واماكن الخروج. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك ومشاركه علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. كمان دعمكم ليا هيفرق معايا جدا وهيساعدني ان اقدم ليكم كل جديد، ويهمني جدا ان اعرف رايكم في الكومنتس. ولو عندكم اي سؤال بخصوص السياحه والسفر سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. وباي باي.